هتسالوني طب انت ليه لابس نظاره شمس وانت بتكلمنا دلوقتي؟ انت فاكر نفسك تنك؟ لا يا حبيبي، والله عينيا بتلتهب لما بفضل اتفرج على الشاشه دي فتره طويله، بتلتهب بجد، عشان كنت بقعد فترات على المونتاج بعمل اديت وبتاع وانا صغير، يعني كنت بقضي ساعات كتير وانا بتفرج على الشاشه، عيني بتلتهب، فانا بحميها بالنضاره دي، فاهم؟ النور بيخبط كده ما بيخشش عيني، حتى مش بشوف 100%، ما اشوفش احسن ما تعيني، فاهم؟ عشان لسه قدامي طريق طويل، انا لسه 29 سنه وانا لسه عندي الثلاثينات كلها عندي فيها قصه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انا مسلم لان انا اتولدت مسلم، فانا اتولدت مسلم وفضلت مسلم. لو جبت لي فيديو او مقطع ليا وانا بقول لك انا ملحد، تعالى مش هتلاقي، لان في الحوار كله كان مفبرك. انتوا جننتوني خلاص وطيرتوا دماغي خلاص، وانت كمان بتعملي اخش جوه. اكتر حاجه بتسبب لي ضغط واكتر حاجه تعبتني خلال السنتين ونص اللي فاتوا هم الناس اللي كل ما يشوفوا وشي، كل ما يشوفوا خلقتي، ييجوا يسألوني هترجع امتى اليوتيوب؟ افتح لايف كل يوم الاقي الناس داخله تسألني نفس السؤال، هترجع امتى اليوتيوب؟ يا حرامي يا لهوي. حرفيا انا لو عايز ارجع انا مش هرجع، بسبب ان كل يوم الناس حرفيا بتيجي تسألني نفس السؤال اللي هو كل يوم انت اكسر قلب سوشي، قلب سوشي اوجع. فكان يا جماعة الموضوع عبارة عن ضغط غير طبيعي على دماغي. يعني تخيل انت كل مرة يعني تشوف بني ادم يسألك نفس السؤال كل مرة. احي يا ابو سوسو احي. تخيلوا ان في حد لسه في الكومنتات بيقول لي يا شادي انت في مصر ولا بره مصر؟ تخيلوا احنا دخلنا 2024 وحد لسه ما يعرفش ان شادي موجود في مصر بقاله اكتر من 4 سنين. انا زهقت. ما تعبتش؟ ما اتمرنت. انا على اخري. انا متضايق قوي. بهدلت انت معانا اليومين اللي فاتوا دول، ها؟